وتلعب شيست بس بتحس بالكتف الامامي اكتر او التراي، فالتكنيك ده ليك. تكنيك اسمه بري اكزوشن. يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو وانا بلعب عضله كبيره زي الشيست بيحصل لي في عضلات مساعده زي الكتف الامامي والتراي بيحصل لها فيلير قبل العضله المستهدفه، فبالتالي انت كده محتاج تركز على العضله لوحدها او تلعب لها تمارين عزل قبل تمارين الكومباوند. ازاي؟ يعني مثال، لو هنلعب في الشيست اللي احنا لسه متكلمين عنه، بدل ما تبدا بالشيست بريس او بالبار مثلا او الدمبل، ابدا على ماشين، ويفضل تلعب فلوي تفتيح، هيبقى افضل عشان كده انت هتعزل الشيست لوحده، بعد كده تدخل على البريسات او الدفع اللي هيشتغل معاك فيهم الكتف الامامي والتراي. وكده كده هيشتغلوا معاك في اي دفع دمبل او حتى ماشين، هيشتغلوا معاك لكن بنسبه قليله، او على الاقل تكون انت حطيت ضغط على العضله المستهدفه الاول على الماشين او على الفلوي، بعد كده كملت بالدفع. فوائد التكنيك ده ايه؟ بيخليك تركز على العضله المستهدفه الاول قبل ما تدخل على التمارين الكومباوند بتاعتها، فتعزلها على حاجه يكون فيها عزل للعضله دي، بعد كده تدخل على التمارين المركبه. بس ما تزودش في الموضوع ده عشان ما تبوظش الاداء بتاعك، وما تركزش برده على العضله المستهدفه لوحدها، كده كده لازم عضلات تانية مساعده هتشتغل في معظم التمارين. لكن انا بقول لك لو عايز تستهدف العضله دي لوحدها، ابداها الاول على حاجه ايزوليشن او عزل، بعد كده كمل في تمارين مركبه عادي. ما تركزش على العزل بس، مش اعمل دمج بين الاثنين واعمل ميكس بين التمارين دي والتمارين دي عشان تطلع عضلات احسن، وفي الاخر مرن بذكاء. سلام.